اليوم قررنا نروح على مول يعتبر أجمل مول بكل اسطنبول. اسم المول إيمار سكوير أو مول إعمار. هلا أول شيء قررنا نغير شكل وما نروح من جسر البوسفور أو من نفق أو راسيا. رحنا على سركجي، بتحطوا السيارة تبعكم جوا الباخرة وبتطلعوا بمنطقة اسمها هاريم، وبتشوفوا إطلالة اسطنبول كتير حلوة من البحر. يعني أول شي بتتسلوا وبتخلصوا من الزحمة اللي موجودة بأفراسيا أو بجسر البوسفور. لما توصلوا للمول لا تنسوا تصوروا وين حطيتوا سيارتكم، لأنه المولات الكبيرة كتير بتضيع، فيهم كذا طابق وفيهم كذا قسم. هي أفضل طريقة أنا بستخدمها، بصور بأي رقم وحتى أين طابق. يا جماعة المول خرافي. أول شي فيه كل البراندات العالمية اللي بتخطر على بالكم والشهيرة، غوتشي، لوي فيتون، إرميز. وإطلالة المول وتصميم المول لحاله بجنن بيعقد. أنا بالنسبة لي شخصيا اعتبرته هو أجمل مول بكل اسطنبول وأفضل مول وأرقى مول. والحلو إنه المول مو كتير مزدحم لأنه بعيد، يمكن لأنه بعيد مش كتير مزدحم، لكن المول بجنن. البراندات كل البراندات فيه. يعني هلأ طبعا نحن بالطابق الأول عم نشوف البراندات الغالية، لكن إذا بننزل للطوابق التحت رح نبلش نشوف البراندات الأرخص أو المتوسطة. يعني في زارا، في كالفين كلاين، في كتير براندات. حتى البراندات التركية المشهورة كتير، يعني كل البراندات التركية اللي بيعرف البراندات التركية موجودة بهذا المول. فيه أكواريوم، سعر الأكواريوم كتير بسيط، 470 ليرة للشخص البالغ. ما جربت دخلت عليه لأنه أنا صار كذا مرة رحت على أكواريوم. فيه مثلا قسم الألعاب، ألعاب في للأطفال وفي ألعاب للكبار. يعني فيه شغلات كتير حلوة وفيكم تقضوا فيه وقت كتير حلو. وبالنسبة للي رايح يتسوق أكيد هو أفضل مكان. مثل ما شايفين هذا الطابق الثاني فيه البراندات العادية، يو اس بولو، كالفين كلاين، فيه جاند، فيه نوتيكا، ماركة نوتيكا تركية كتير مشهورة. يعني فيه البراندات اللي ممكن يشتروا فيها يعني أصحاب الدخل المتوسط مثل حكايتنا. وطبعا لا ننسى الألعاب، أكيد بكل مول في قسم ألعاب، وتاليا عم تحقق كل أحلامها بالألعاب. هاي اللعبة بالساعة الواحدة 350 ليرة، أو فيكم تاخدوا نص ساعة للأطفال تبعكم، وكتير أمان، وفيكم تخلوا الطفل تبعكم إذا كان عمره أكثر من 3 سنوات. في طبعا ألعاب البالغين مثل البولينج، في البلاي ستيشن، يعني في كتير نشاطات، في بلياردو جوا بالصالة الجوانية. المول كتير كبير، أنا أكيد ما شفت كل شيء بالمول، لكن هاي الأشياء اللي شفتها والنشاطات اللي ممكن واحد يعملها. هلأ في طابق خاص لمطاعم الفاست فود، كل اللي بيخطر على بالكم، اللي بتعرفوه واللي ما بتعرفوه والزيادة موجود هون. هلأ اليوم جربنا ناكل من مطعم اسمه I Love Fish، مطعم سمك كتير طيب الأكل تبعه، برجر سمك، فيه سوشي، فيه كتير أصناف وأسعاره كتير عادية. يعني ل3 أشخاص تقريبا فيكم تاكلوا نفس الأكل اللي عم تشوفوه تقريبا ب1200 ليرة. يعني الأسعار كتير حلوة. بعد الأكل والشرب طبعا قررت الاسترخاء على هذا الجهاز المساج، حتى الجهاز كان كتير متطور. وأخيرا بعد ما انبسطنا قررنا نرجع على البيت. أكيد توتة كتير انبسطت بهالروحة.